السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذا اليوم هو الانسحاب. أولاً رسم الانسحاب. الانسحاب هو انتقال الشكل من موقع إلى آخر دون تدويره. انسخ المربع فراغ ياء المجاور على ورقة رسم بياني، ثم أرسم صورته بالانسحاب 5 وحدات إلى اليمين و3 وحدات إلى أعلى. لاحظوا معي، لاحظوا بأن الآن سننقلها 5 وحدات اليمين، 1 2 3 4 5، ثم 3 وحدات إلى الأعلى، 1 2 3. هذه هي النقطة، هذه هي نقطة شطة. نقطة ياء 5 وحدات إلى اليمين، 1 2 3 4 5، ثم 3 إلى الأعلى، 1 2 3. هذه هي ياء شطة. والآن لاحظوا قاف، 1 2 3 4 5، ثم إلى الأعلى 1 2 3. لاحظوا هنا الآن قاف شطة. 1 2 3 4 5، ثم إلى 3 وحدات إلى الأعلى، 1 2 3. هذه هي نقطة شطة. عندما نربطهما ببعضهما البعض، لاحظوا الآن الشكل الآتي. لاحظوا بأنه يشابه الشكل الأصلي، فلاحظوا بأنه يشابه الشكل الأصلي، لذلك هذا هو الانسحاب بالنسبة للنقطة الأولى. لاحظوا الآن معي النقطة الثانية، وهي الانسحاب في المستوى الإحداثي. يقول السؤال: ارسم المثلث ألف باء جيم الذي إحداثيات رؤوسه 4.3 سالب 3.4 وباء 2.0 وجيم 1.5، ثم أوجد صوت المثلث بعد كل انسحاب مما يأتي، واكتب إحداثيات رؤوس الصورة. وهي لاحظ هنا وحدتين إلى الأسفل. أنا رسمت المثلث بالإحداثيات المطلوبة، لكن لاحظوا والآن مطلوب منا الانسحاب ثم كتابة الإحداثيات الجديدة. لاحظ باء المطلوب هنا وحدتين إلى الأسفل، فمثلا هنا باء نقطة باء وحدتين إلى الأسفل، 1 2. دعونا نغير اللون، 1 2 في المنتصف طبعا. حسنا. لا نقطة جيم تقع 1 2 هنا ستقع، وألف ستقع هنا. لاحظ 1 2. لذلك هذه هي نقطة، هذه هي النقاط. نوصلهما ببعض. لاحظ بأن سحبنا المثلث
في هذه أنزلنا مثلث قليلا، فلنكتب النقاط. هذه هي، نسمي النقاط أولا باء شطة، جيم شطة، ألف شطة. يقول هنا واكتب إحداثيات رؤوس الصورة. كيف يعني نكتب إحداثيات رؤوس الصورة؟ لنوضحها. إحداثيات رؤوس الصورة أي نكتب الإحداثيات الجديدة، ثم نكتب الإحداثيات أو عفوا نكتب الإحداثيات القديمة مثل ألف وباء وجيم، هذه يعني، ثم نكتب الإحداثيات الجديدة. حسنا، لاحظ الآن الإحداثيات القديمة هي 4.3، ثم هذا ألف، هذا ألف، نعم، وباء، هذا باء وهي 0.2. جيم جيم هي 5.1. لاحظوا معي الآن، هذه هي القديمة. حسنا، ثم علينا أن نأخذها كقانون الآن. حسنا، إذ كان في أسفل نطرح، وإن كان في الأعلى نجمع، وإن كان في اليمين نجمع، وإن كان في اليسار نطرح. المطلوب هنا أسفل، أسفل أي نطرح. حسنا، لذلك لاحظوا الآن. حسنا، لذلك يساوي بعد الطرح بعد الناتج الطرح وكل شيء، فباء 0.2. طبعا لما نقصنا 2 من 2 يساوي 0.0. حسنا، 5.1. الواحد نقصناه من 2 أصبح -1. وهنا 5. حسنا، 3 مع 4. طبعا 4 تبقى مثل ما هي. حسنا، طبعا لا ننسى بأن هذا -3. عفوا أخطأت في هذا، لأنه هنا -3. -3 مع 2 طبعا موجب وسالب، موجب وسالب. طبعا سالب وسالب يعني زيادة خسارة، فسالب يساوي عفوا ليس موجب، هذا سالب، لذلك يساوي -5. لاحظوا هنا عندما نزلنا إلى هنا، لاحظ 4 1 2 3 4، ثم ننزل 5 مرات، 5 مرات، نعم، 1 2 3 4 5، ظهر لنا ألف شطة.
هنا 0 0. لاحظوا بأن هنا 0 و0 لأنه لم يتحرك أبدا. هنا 5 ثم -4 هي نقطة ج طبعا. لاحظوا 1 2 3 4 5 ثم -1 هنا نقطة ج. لذلك نحن كل ما فعلناه نقصنا 2 فقط. لذلك في الختام كان معكم الطالب إبراهيم أسامة العمران. إلى اللقاء، مع السلامة وإلى اللقاء.